مرحبا بيكم يا أعظم متابعين. حلقتنا النهاردة مليانة مشاعر ومفاجآت ولحظات بتولع الحب من جديد، وبتكشف اختلاف المشاعر بين كاران وجيلان قدام غضب سما اللي بيزيد ويولع أكتر وأكتر. استعدوا نشوف أحداث مشوقة هتاخدنا لقلب القصة، ويلا بينا نبدأ بالتفاصيل. قدرة قالت لكاران: إيه اللي حصل؟ مش كنا متفقين إن الضرة دي ليها مهمة معينة وبعدها تمشي من القصر؟ ولا أنت رجعت تحبها تاني؟ جيلان كانت قريبة من مكتب كاران، ولما سمعت سؤال قدرة اتصدمت، واتضاعفت الصدمة لما سمعت رد كاران وهو بيقول: مش أنت عايزة حفيد؟ خلاص سيبيني أديك الحفيد. قدرة قالت له: يعني كل ده علشان الطفل وبس؟ فرد عليها: أيوة. جيلان اتصدمت جامد وحزنت، وقالت في نفسها: يبقى كل ده كان تمثيل، كان بيقربني منه علشان الطفل مش علشان بيحبني، وكل ده تنفيذ للاتفاق بينه وبين قدرة. وفجأة عطست جيلان. كاران سمع صوتها وعرف إنها ورا الباب، نده عليها وقال: اتفضلي يا جيلان. دخلت وهي متوترة وقالت إنها جاية تسأل على الشاخن، فقال لها: ارجعي أوضتك وأنا هجيبهولك. رجعت جيلان أوضتها حزينة ومش مصدقة إن حب كاران كان مجرد تمثيل علشان طفل يفرح أمه بيه. مسكت دفتر مذكراتها وبدأت تكتب عن اللي سمعته بين كاران وقدرة، وعن اكتشافها إن لطفه معاها ما كانش غير خداع. ولما كاران رجع آخر الليل لقى جيلان مش عايزة تكلم حد، فسابها ونام.